أهلا بيكم في الدرس الخامس من دروس كورس النطق المجاني. النهاردة معانا صوتين ممكن يكونوا مش موجودين على الخريطة عندنا في الوطن العربي شوية. فأنا هعمل كده مايمنج زي تمثيل للصوتين من غير ما أقولهم، وبعد كده هنقولهم. حاول تتوقع الصوت وتتخيله معايا، وحاول تنتجه من قبل ما أقوله. وحاول برضو تركز في شكل البق وشكل الشفايف بتعمل ازاي عشان الصوت يطلع صح. بمجرد ما انت تحاول تعود نفسك على الطريقة الصحيحة للنطق، وتحاول تمثل حتى وانت بتقول الصوت بحركات وشك وشفايفك، وتبقى عارف مكان تكوين الصوت، ده هيفرق معاك جدا. اول صوت معانا النهاردة هو صوت قصير. انت لاحظت الحركة دي بس عشان انا اوضح لك ان الصوت قصير، والشفايف ضمت ضمة خفيفة واتمدت لقدام سنة، والصوت جاي من جوه مش جاي من بره، جاي من جوه من هنا. اه اه اه، ما ضمتش جامد. اه، اللسان تحت لورا. اه، حس بيها كده، حاول تجرب. طيب الصوت التاني. اه اه، الشفايف ضمت جامد، اللسان برضو تحت وراجع لورا، والصوت طالع من جوه. اه. طيب يلا ناخد كلمتين كده، هو اسم الدرس النهارده هوت ووتر. هوت، خدت بالك؟ اه، خدت بالك من ووتر؟ ووتر. طبعا كلمة ووتر، واتر، الأصوات بتتغير حسب اللكنات، بس احنا بنحاول نركز على النطق البريطاني. وزي ما قلت قبل كده، الاكسنت مش مشكلة، اهم حاجة نطقك يبقى صح، اهم حاجة توصل رسالتك صح. اللغة معمولة للتواصل، مش عشان نقول انا الاكسنت بتاعي دي اقوى والاكسنت بتاعت فلان احسن. انا لا، انا عايزك تتواصل وتنطق صح. تاني، هوت. هوت. اه، ووتا. ووتا. او، ووتا. اوكي، خلينا بقى نشوف امثله على الحاجات دي، كلمات فيها الاصوات دي. وده شكل صوت القصير هنا في كلمه هوت، وده شكل صوت الطويل. طب لو هناخد امثله ونشوف السبelling الشائع للاصوات دي. اه، اللي هو الصوت القصير اللي الشفايف ضمت فيه ضمه خفيفه والفك نزل حته صغيره واللسان مرتاح تحت ومسحوب لورا شويه. عايزك تلاحظ الحاجات دي. هتلاقي اول common spelling حرف ال A احيانا بيعمل اه watch. خد بالك حركة البق برضو زي ما بقول لك كده، الشفايف ضمت ضمة خفيفة سريعة والصوت جاي من جوه. طيب كلمة زي ايه تاني؟ quality، want. طيب عندنا برضو صوت ال O او حرف ال O، انا اسف، لما بيبقى موجود بالشكل ده احيانا بينتج اه، زي كلمة often. وطبعا كلمة often لو اتنطقت كده برضو صح. ايه تاني؟ كلمة job. طيب لو قلنا job هل غلط؟ لا، برضو مش غلط، في اكتر من نطق صحيح للكلمات. فمش عايز حد يقول لك ده النطق الوحيد اللي صح، لا، في كذا نطق بيبقى صح لنفس الكلمة. طيب عندنا برضو كلمة زي coffee. coffee. chocolate. chocolate. يبقى احنا عندنا ال common spellings للصوت ده اللي هو حرف ال A وحرف ال O. يعني حرفين بساط جدا بس احيانا بيطلعوا الصوت ده. طيب لو جينا نبص على الصوت التاني اللي هو الطويل، اه، ايه الكومن سبيلنجز اللي موجوده فيه؟ وطبعا ده شكل الصوت، واحنا اتفقنا ان احنا خلاص لما بنفتح القاموس ونلاقي الاشكال الصوتيه دي مكتوبه، خلاص بقينا عارفين يعني ننتجها. ما عدناش بنخاف من الشكل ده لما نشوفه، ما عدناش شايفينها طلاسم.
واحدة واحدة، احنا في الدرس الخامس، لو رجعنا للدرس الأول التاني التالت الرابع هتلاقي فيه الأصوات بتتقدم بشكل بسيط لحد ما نوصل للجمل كاملة هتتنطق ازاي. طيب أول common spelling معانا هو حرف ال A تاني. فاكرين إن لما قلنا في الدرس الأول إن هما 26 حرف بيطلعوا 44 صوت؟ لو رجعنا لدرس النهاردة بس من دقيقة هتلاقي إن حرف ال A كان بيطلع الصوت القصير أه، أه، بضمة خفيفة في الشفايف من جوه، ونفس الحرف تاني بيطلع الصوت الطويل اه، زي في كلمة ايه؟ كلمة ووطة. ووطة. وطبعا كلمة شهيرة جدا لما حد بيحب ينطق امريكان اكسنت بيدلعها ويقول water. طبعا احنا غيرنا الصوت ده خالص في الامريكان اكسنت وغيرنا، عملناها فلاب تي او فلاب دي، يعني التي اتحولت لدي سريعة. مش موضوعنا دلوقتي، وهنوصل للحاجات دي برضو ممكن نبقى نلقي الضوء عليها. وحرف ال R ما اتنطقش ووطة. طيب عندنا common spelling ايه تاني؟ A L. A L زي في كلمة و. و. طبعا ال L ما اتنطقتش. تمام. و. هوك. طيب common spelling كمان ال AU أحيانا بتطلع آه. autumn. autumn. لاحظ إن ال N ما اتنطقتش فصل الخريف. autumn. AUGH الباترن ده مطلع اه. يعني انت لو فتحت القاموس هتلاقي كل دول في القاموس معمولين بالشكل ده اللي هو مكتوب فوق في المربع الاحمر ده. هتلاقي حرف، يعني صوت الكي والصوت بتاعنا النهارده اللي هو موجود في المربع الاحمر اللي فوق ده، والت ساوند. كوت. كوت. اهي. كوت. دوتر. دوتر. او. دوتر. طيب او يو جي اتش نفس الشيء. بوت. او. بوت. بوت. عندنا برضو الباترن ده دبل او ار. دور. او. دور. فانت هتلاقيها مكتوبة كده فين؟ في القاموس. صوت الد، وبعدين الصوت بتاعنا النهارده اللي هو الصوت الطويل او، وبعدين الار. فما عدتش عايزك تقلق من الاصوات اللي بتطلع او بتتكتب في القاموس دي تاني خالص. تمام. اوكي. طيب ايه الباترن اللي بعد كده؟ او ار. born. ايه تاني؟ او ار اي more. اي ار warm. او. warm. اي دبليو saw. طبعا هي في باترنز كتير النهارده، فخد بالك يعني انت محتاج تسمع تاني وتبص على الكلمات في القاموس وتبص على الكتابة الصوتية وتضغط كده على الصوت، يعني المايك اللي موجود ده اضغط واسمع الصوت. طيب احنا لو جينا نبص على اخر سلايد الهوم ورك. الهوم ورك ده النهارده معانا نفس الطريقه نفس التاسك. زهره عباد الشمس هنستخدمها لصوت الاو، وزهره الزهره الحمراء دي هنستخدمها للصوت اللي هو اه. طيب خلينا نبص على الكلمات اللي موجوده النهارده. اول كلمه معانا عايزك تسمعها وانت سامعها دلوقتي عايزك تحط لي يا زهرة عباد الشمس يا الزهرة الحمراء. لو سمعت او هتحط زهرة عباد الشمس جنب الكلمة في التعليق. هوس. هوس. الكلمة اللي بعد كده اوف. 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 الكلمة اللي بعد كده توت. توت. الكلمة اللي بعد كده وول. وول. دكتور. دكتور. آخر كلمة معانا النهاردة كوست. كوست.
cost. وبرضه سايب لك لينك القاموس اهو، وهرفع على جوجل كلاس روم، وهرفع الباوربوينت برضه على كلاس روم. واستناكم ان شاء الله في الدرس السادس يوم الخميس القادم. ما تنسوش تعملوا التاسك دي. ولو حاسين بأي صعوبة من أي نوع، افتح القاموس وبص على الصوت واسمعه، يعني خلي عينك مع ودنك كده، عشان إن شاء الله عينك مع ودنك الموضوع هيفرق معاك جدا، وهيحصل تقدم سريع إن شاء الله.